السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة منوعات بيبة. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض في الفيديو ده مخدات رمضانية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف هنعمل المخدات بتاعتنا ازاي. اول حاجة بقى نحتاجها معانا عشان نعمل المخدات. معانا كده قماش من القماش الخيامية او القماش اللي انتوا تحبوه عادي. معايا كده الشكلين دول. وهنحتاج بقى مسطرة عشان نحدد، والقلم الرصاص عشان نحدد على القماشة المقاس اللي احنا هنعمله، ونقص كده بالمقص. وهنحتاج إبرة وخيط. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف هنعمل المخدات بتاعتنا ازاي. وكمان معانا كيس قطن الفايبر ده عشان لما نعمل بقى الكوشن بتاع المخدات هنحشيه بالقطن الفايبر ده. وكمان ممكن نجيب مخدة ناخد، لو حابين مثلا ناخد مقاس مخدة موجودة عندنا في البيت، ممكن نجيب مخدة عادي وناخد مقاسات عليها ونعملها عادي. ونقوم رايحين بعد ما نعمل بقى المخدة الكوشن، نجيب الكوشن ونلبس الكوشن المخدة. يلا بقى بينا نبدأ. أول حاجة بقى نجيب بقى القماش الخيامية بتاعنا كده. أنا هنا بقى كنت أخدت مقاس مخدة، جبت المخدة دي كده واخدت مقاسها هنا كده، وقصيت بقى الجزء ده كده من القماش وعملته بقى مخدة. واختي بتخيطها دلوقتي عشان مش عاوزة اطول عليكم الفيديو. وابدأ بقى اقص جزء تاني عشان اعمل كمان مخدة. هعمل مخدتين او 3، لسه مش محددتش بالظبط. هبدأ بقى اول حاجة كده اجيب المخدة واحطها كده. هنبدأ بقى ناخد مقاسات مخدة التانية ونشوف مع بعض هنعملها ازاي خطوة بخطوة، على ما اختي بقى تخلص اول مخدة انا سايباها بتخيطها. بالشكل ده كده. لازم لما نيجي نكون بناخد مثلا مقاس مخدة نسيب مثلا زيادة شوية، عشان لما نيجي نخيط برضو بنتني جزء مع الخياطة، عشان لما نيجي نحط الكوشن في المخدة تبقى المقاس مظبوط معاك. هسوي بقى القماشة كده وهبدأ بقى اقص القماشة بتاعتي بالشكل بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. هخلصها بقى وارجع لكم. كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما قصيت كده القماشة بتاعتنا، ده شكلها بعد ما قصيتها. هجيب بقى المخدة واتأكد برضو من المقاس، ونكون برضو زي ما احنا متفقين نسيب يعني زيادة بس حاجة بسيطة، عشان لما نيجي نحط المخدة في الكوشن تبقى المقاسات مظبوطة معانا. انا حاسة ان هي كده من الطرف من الجنب ده زيادة شوية، هقص منها كمان جزء صغير كده. بالشكل ده كده هنقص جزء صغير خالص. هكمله بقى قص وارجع لكم. ده شكلها بقى يا حبايب قلبي بعد ما خلصت قصها كده وظبطتها. هنبدأ بقى نعمل هنبدأ نقلبها كده. نبدأ نعملها كده. خلاص سويت بقى الطروف بتاعتها بالشكل ده. هنجيب بقى الإبرة والخيط
عشان نخيطها بقى، ونكون مخيطينها خياطة كويسة كده عشان يطلع شكلها النهائي جميل وتكون مظبوطة. هنعمل بقى كده يا حبايب قلبي مع بعض. هنبدأ نخيطها بقى بعد ما اتنتها كده كويس واتأكدت ان الطروف كلها متساوية مع بعضها بالشكل ده. هنيجي بقى كده للزاوية اللي هي بتبقى هنا كده، اللي هو الجزء ده، للزاوية دي كده، وهنبدأ نتني الجزئين دول كده بالشكل ده كده. هنتني منه حتة صغيرة بس كده وكده بالشكل ده كده، عشان لما نيجي نقلب المخدة في الاخر تكون المربع كامل مظبوط معانا، وهوريكم شكلها دلوقتي. نبدأ بقى نجيب الابرة والخيط ونبدأ بقى نخيط بالشكل ده كده. بمناسبة بقى دخول شهر رمضان الكريم، كل سنة بقى وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. وقولولي بقى هتعملوا انهي افكار، وعملتوا زينة رمضان ولا لسه؟ وشاركوني كده افكاركم مع في الكومنتات بالشكل ده كده. هكملها بقى انا خياطة وهرجع لكم عشان مش عاوزة اطول عليكم الفيديو. وبعد بقى ما خلصتها كده يا حبايب قلبي وخيطتها من كل الجنوب، ده كان بقى شكلها النهائي. شكلها بجد جميل اوي ما شاء الله. اعملوها بقى وهتعجبكم. سبت بقى الجزء ده كده. ممكن بقى نركب هنا مخدة، ندخل جواها في قلب الكوشن ده مخدة، ونقفلها هنا كده بالاخر. نقفل هنا في الجزء ده كده سوستة في الاخر، وتبقى معانا كده كوشن لاي مخدة نلبسها بقى في مخدة تكون مقاسة، ونقفل السوستة وتبقى كده خلاص كده، تبقى كده كوشن. وممكن كمان بقى نجيب قطن فايبر ونفضل نحشيها كده كويس، ونكبس كده قطن الفايبر جواها، وهتبقى ونخيطها برضو من الاخر، تبقى خياطة داخلية كده من جوه، نتنيها كده ونخيطها. انا هعملها معاكم دلوقتي. انا كنت هحط جواها مخدة، بس ما لقيتش ان انا مش موجود عندي دلوقتي سوستة ان انا اقفلها في الجزء ده، فما عندي متوفر عندي القطن الفايبر كنت شارياه، فهبدأ بقى احشيها قطن فايبر. هنشوفها مع بعض دلوقتي. جبت بقى القطن الفايبر كده، هبدأ اخد منه بقى هنبدأ بقى نقطع القطن كده، نفككه من بعضه بالشكل ده كده. بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. عاوزاكم بقى اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو، ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي لايكات وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، عشان رايكم بيشجعني كده وكلامكم الجميل ده بيفرحني بالشكل ده كده. هنجيب بقى الكوشن اللي احنا عملناه ونبدأ بقى نحشيه قطن فايبر بالشكل ده كده.
بالشكل ده. اهم حاجه الجزء ده كده من المخده مش عاوزين نحشيها بطريقه اللي هي تكون القطن باين انه مكلكع فيها كده، عاوزينه يبقى متساوي عشان يكون شكلها في النهايه يكون شكله حلو بالطريقه دي كده. بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. بالشكل ده كده. كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما خلصتها وحشيتها القطن ده كده شكلها بقى بعد ما خلصتها خالص بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نقفلها من الجزء ده كده، وبكده نكون خلصنا اول مخدة معانا. نبدأ بقى نقفلها كده وهخيطها، وزي ما قلت لكم لو احنا عاوزين نحط بدل القطن الفايبر مخدة ونعمل سوستة هتبقى برضو فكرة كويسة معانا. وانا بقى بحط القطن الفايبر وبحشيها كده، القطن كان بيكلكع مني، فجبت بقى اي حاجة كده تكون جامدة شوية، ونبدأ نخبط على المخدة كده هنلاقي القطن ظبط معانا. لما نخبط عليها كده يعني نخبط كويس لحد ما القطن يظبط معانا، هنلاقي القطن بقى جوه متساوي ومفيش اي كلكعة خالص في المخدة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. اخيط بقى الجزء ده واوريكم شكلها النهائي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكده بقى يا حبايب قلبي بعد ما خلصت المخدتين بقى، عملت مخدتين بس، لو كنت عملت مخدة تالتة كنت هطول عليكم الفيديو قوي. لو عملت مخدة تالتة ان شاء الله هوريها لكم في فيديو تاني مع الزينة اللي انا هكملها لسه معاكم. وكده بقى شكل المخدتين بعد ما خلصوا بالشكل ده كده، شكلها بجد جميل جدا، وهتعمل بقى منظر جميل جدا لما نبدأ نفرش كده زينة رمضان ونزينها ونزين كده ونرص كده المخدات دي. ممكن بقى نحطها على الارض او على في الصالون او في الركنة على حسب بقى ما انتوا تحبوا، بس جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. مفيش اسهل وابسط من كده، وصدقوني التكلفة بتاعتها مش غالية ومش مكلفة، وشكلها في الاخر زي ما انتوا شايفين ده شكلها. دي بقى المخدة اللي انا حشيتها قطن فايبر، والمخدة دي انا عملتها ولبستها في الماء وحطيت فيها مخدة، لبست لها لبست الكوشن في المخدة دي اللي بفايبر اهي. ودي بقى يا حبايب قلبي المخدة اللي هي بقى اللي انا لبستها مخدة، يعني دي مخدة ما فيش فيها جواها قطن فايبر، دي اللي فيها قطن فايبر. اعملوها بقى وفرحوا اولادكم وهتعجبهم ان شاء الله، وكمان هتعجبكم. انا اتبسطت من النتيجة في الاخر والله، بس خلوا بالكم بقى وانتوا بتقصوا عشان ما تستغلوش القماش ويبوظ منكم بسرعة، تستغلوه في حاجات تانية والخياطة، وخلوا بالكم من كل حاجة عشان النتيجة تطلع معاكم في الاخر كويسة. وده بقى كده الشكل النهائي يا حبايب قلبي بتوع المخدات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وشجعوني كده بكلامكم الحلو اللي بيسعدني دايما. واشوفكم بقى في فيديو تاني مع زينة رمضان جديدة ان شاء الله، واتمنى فيديوهاتي تعجبكم.